تعالى مع بعضينا نشوف ازاي نثبت في اس كود ونثبت لغه بايثون ونكتب اول سطر برمجي ليه. عشان نقدر نكتب الاكواد بتاعتنا باستخدام لغه بايثون محتاجين الاول نحمل لغه بايثون. فهتكتب في السيرش بايثون، هتضغط على داونلود وحمل اخر فيرجن. هنخش على ويندوز لو انت نظامك ويندوز، ماك لو انت نظامك ماك، وهكذا. وبرضه اختار الاصدار بتاعك، لان الاصدار بتاعي 64 فعشان كده هحمل نسخه ال 64. اول ما التحميل يخلص هتبتدي بقى ان انت تبتدي ان انت تسطبه زي اي ابلكيشن تاني. بص، نقطه مهمه، عشان تقدر ان بايثون تتعرف على الجهاز بتاعك او تكون معروفه في اي مكان في الجهاز لازم انت تدوس على الخيار ده. ليه؟ عشان هي موجوده في حاجه اسمها environment variables، دي اللي بيبقى الجهاز بتاعك بيقدر يتعرف بيها على اي حاجه جديده. بعد كده ندوس على انستول ناو بمنتهى البساطه، هنستنى اما التحميل يخلص. كده خلاص يعتبر التحميل خلص. في النهايه بس خطوه تاكيديه بسيطه. هتعمل ايه؟ هتفتح السي ام دي اللي عندك على الجهاز وهتكتب تكتب بايثون داش داش فيرجن. هتلاقي ان الفيرجن ظهر بالنسبه لك اخر فيرجن اللي احنا محملينه. ليه الخطوه دي مهمه؟ لان انت ممكن تحمل بايثون وتبقى موجوده عندك على الجهاز بس الجهاز بتاعك ما يكونش متعرف عليه، بمعنى ان هو ما يكونش في الانفايرمنت فاريبلز اللي احنا الخيار اللي احنا حددناه لو خدت بالك. فخليك مركز جدا وانت بتدوس على الخيار ده. تمام؟ طيب الخطوه اللي بعد كده، بعد ما حملنا لغه بايثون خلينا نحمل بقى في اس كود. وخلي بالك انت عندك نسختين، في حاجه اسمها فيجوال ستوديو وفي حاجه اسمها فيجوال ستوديو كود. فيجوال ستوديو كوميونتي او الكبير ده بيبقى لاهداف تانية او مشاريع تانية، مش ده اللي احنا نشتغل بيه في الكورس بتاعنا، لكن احنا هنشتغل بنسخه في اس كود. فهتكتب في السيرش فيجوال ستوديو كود وتخش على داونلود برضو بنفس الطريقه وتحمل برضو النسخه بتاعتك بمنتهى البساطه. هيبتدي التحميل عادي بالنسبه لك، هتستنى لغايه ما التحميل يخلص وبعد كده نثبته بنفس الطريقه. بص، نفس طريقه تحميل بايثون او اي برنامج هي نفس طريقه تحميل او نفس طريقه الانستول بتاعت في اس كود، نفس الكلام، نفس خطوات بسيطه جدا ما فيهاش اي مشاكل. بس خلي بالك من المكان اللي هينزل فيه في اس كود عشان تبقى عارفه فيما بعد يعني. او لو ما عندكش مساحه مثلا على السي مثلا، خليه على الدي او مش هيحصل اي مشاكل. نفس الكلام، هو انت عايز تضيفه للباص بتاعك ولا لا؟ نستنى لغايه ما التحميل يخلص. التحميل بتاعنا خلص، هندوس على فينيش يبتدي يفتح معانا البرنامج. بص، نقطة مهمة، في الوقت الحالي احنا خلاص قادرين ان احنا نكتب كود بلغة بايثون، لكن الافضل ان انت تنزل اكستنشنز زي ما قلنا ان في اكستنشنز دي بتنزل بتديك ميزات اضافية. ففي اكستنشن اسمها بايثون، دي محتاجين ان احنا ننزلها. ده الحتة دي اللي هي تدوس هنا هتجي لك الاكستنشنز. في طبعا اكستنشنز كتيره جدا، لكن الاكستنشن اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي او في الكورس بتاعنا هي بايثون. انت تعمل لها انستول. بعد ما تعملها انستول كده جاهزين ان احنا نكتب اول سطر برمجي لينا. بعد ما تثبتت تبقى بالشكل ده. حابب ان انت مثلا تاوبن بروجكت، انت عامل بروجكت قبل كده في بايثون تقدر انت تعمل له اوبن وهكذا، لكن احنا هنعمل برنامج جديد او هنعمل بروجكت جديد. بعد ما حملنا الاكستنشن هتقفل بقى الواجهه بتاعتك، دي واجهه فيجوال ستوديو العاديه، فيجوال ستوديو كود العاديه. بعد ما حملت لغه بايثون وحملنا الاكستنشن وحملنا في اس كود وحملنا كل الحاجات اللي محتاجينها للكورس بتاعنا، هنبتدي ان احنا نعمل فولدر جديد عشان نكتب اول سطر برمجي لينا. نسميه مثلا بايثون وسلكت الفولدر تراست، وهنا هتعمل فايل جديد نيو فايل وتسميه مثلا تيست دوت بي واي. كده انشأ معاك فايل بايثون عادي تقدر تكتب فيه اكواد بايثون وتقدر تتابع معانا الكورس بنفس الطريقه. هتبتدي نكتب اول سطر برمجي لينا ونطبع كلمه هالو وورلد برنت، ودي حاجه من اللغه. برنت دي جمله من اللغه نتعرف عليها بشكل اكبر في الدروس الجايه.
برنت وهلو وورلد. هندوس على رن، تظهر معانا هلو وورلد. اتمنى تكونوا استفدتوا بالدرس النهارده وعرفتوا تثبتوا في اسكود ولغه بايثون، وان شاء الله اشوفكم في دروس جايه، والسلام عليكم.